بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي في مطبخ رمانة. اليوم جبت لكم حساء الكرنب. اللي ما تعرفش تخدمه تدخل عندي وتشوف كيفاه نخدمه، ويجي صحي ومفيد ما شاء الله. واش نديرو فيه؟ هنا عندي نص راس تاع الكرنب، نقصه بهذا الشكل. بعد ما نقيه بالطبع نحي كاش مكان ورقة مش مليحة، ونقصو بالموس بهذا الشكل. نحاول نرققه باه يطيب معايا في ساعة. بعد ما نقصو بهذا الشكل نروح نديه نغسلو بالماء والخل مليح ونخليه يتصفى بهذا الشكل. نحطه في الصفاية ونخليه يتصفى، ونروح نجيب باقي الخضر اللي راح نستعملهم مع الكرنب. واش عندي هنا؟ عندي بصلة، وعندي حبة تاع البطاطا، وعندي 3 حبيبات تاع زرودية. ونجيب الطنجرة نتاعي نحط هذاك الكرنب بعد ما تصفى كامل في الطنجرة بهذا الشكل. حبيباتي راهي طريقة سهلة ويجيكم ما شاء الله. على بالي كاين بزاف كل واحد كيفاه يخدمو، بصح قليل اللي يدير بيه لاصوب، بصح لاصوب تاعو راهي بنينة ما شاء الله. واش درنا هنا؟ واش درنا؟ زدنالو 4 مغارف زيت الزيتون. وجبت البصلة هذيك نحاول يعني نقصها حتى هي رقيقة باه طيب، حتى هي يطيبوا معنا في ساعة، ما يطولوش معنا في ساعة يطيبوا. والخضرة على بالكم من الأحسن ما نطيبوهاش مليح مليح، ما نخليوش يعني حتى تذوب. من الأحسن يعني يبقى فيها بروتين، كيما ما طيبوهاش مليح. زدت قصيت حبة هذيك تاع البطاطا، ونزيد الزرودية حتى نكمل الخضرة نتاعي كل. ما فيهش بزاف خضرة. والتوابل واش فيه شوية، درت نص مغرف تاع فلفل الكحل، ونص مغرف كركم، ونص مغرف كزبر، وزدت مغرفة صغيرة نتاع الملح، يعني المغرف اللي كيلت بها نتاع القهوة. هذه درنالو زيت الزيتون. دركا واش نديرو؟ نحطو على النار ونحط عليه شوية تاع الدجاج يعني كيما تحبوا اي حاجة عندكم حطوها تعطيكم البنة، سواء فخذ ولا اجلي وحات ولا صدر. بعد ما تقلى مليح مرقته، وهنا ما نمرقوش مليح كيما يطيب معانا خاطر يطلق الماء. من بعد كي يطيب نشوفو كيفاه نخففوه. اذا بغيناه خفيف نزيدولو بعد ما نرحيوه. هاو هنا طاب. باش نعرفو كيفاه طاب لازم الجزر هو اللي يعطينا الخبر. هذه دركا هاي طابت، درك لاصوب تاعنا طايبة. اش نديرو؟ نجيو نحيو هذا الدجاج، نصفيو الدجاج ونميكسيو لاصوب تاعنا تاع الكرنب. جات ما شاء الله. يعني نشكر لكم، لا ديروها وسيوها وتشوفوا ما فيهاش يعني حاجة بزاف يعني اللي تعجز. بعد ما رحيناه واش نزيدو الفرماج. ديروا واش تحبوا نتوما. انا ندير هذا الفرماج اللي انا نديرو فيه كلش. هذه هي لاسوب نتاع الكرنب. هكا ثقيلة، نحطها على النار نزيد طيب شوية، ونزيد نحط لها شوية ما سخون يغلي حوالي كاس. المهم هنا كيما تحبوها نتوما، كاين اللي يحبها ثقيلة، كاين اللي يحبها خفيفة. اللي ياكلها بلا خبز يعني من الأحسن تكون ثقيلة. خلطوها مليح تدي غلية ولا زوز. نجيبو هذاك الدجاج اللي فتفتناه نزيدو نحطوه ونطفيو عليها تبرد شوي ونحطوها. شوفوا القوام ما شاء الله. هاي هنا بردت مازالت دافية يعني. دركا نحطوها. شوفوا كيفاه تجي. شكون اللي ما يشتيش الكرنب يرجع يشتيه. على بالكم في البرد تاكلوا غرفية كيما هذه ما تزيدوش تاكلوا. مع نزيدو لها الدبشة ونزيدو لها زيت الزيتون تجي ما شاء الله. هنا عندي شوية دبشة حطيتها
ونزيد نحطو لها زيت الزيتون، صدقوني غير بنتها لا تقاوم مع عصرة نتاع قارص. إن شاء الله تعجبلكم حبيباتي وتسيوها، راهي مفيدة وصحية، وإذا درتوها بالصحة وبالهنا. وشكرا على المشاهدة، ومرحبا بكم ديما في قناتي حبيباتي. إن شاء الله يعجبوكم وصفاتي، وشكرا على التعليقات، وخصوصا حبيبتي التونسية راني نعزك بزاف. مرحبا بك ديما في قناتي البسيطة، وشكرا للمشاهدة حبيباتي. فرصة تانية إن شاء الله نرجع لكم في فيديو واحد آخر. هذه هي لصوب تاع الكروم، إن شاء الله تعجب لكم. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. باي باي، تبقوا على خير. فرصة ثانية.